اختي بتقولي ما بقتش بحب اجيب السمك عشان تنظيف وعشان القشرة بتلزق فيه. يا ستي بتلزق ليه القشرة على السمكة؟ وتقولي واجي انضف السمكة القشرة لازقة جامد في السمكة، مش عارفة ايه اللي بيحصل لها. فبقول لها ايه، قلت لها انتي طيب بتشتري السمك دوت وتروحي تنضفيه على طول؟ قالت لا، انا بشتريه وبشوف ان كنت عايزة حاجة تانية من السوق وكده، وبعد كده هو بروح يعني عادي بتجيب اللي هي اللوازم بيتها كلها وبعد كده تروح. فقلت لها يبقى الحل الوحيد ايه هو؟ ان انتي تقفلي عليه الكيس وتحطي له الحاجة اللي انا هقولك عليه، هي رشة ترشيه كده اهو وهيبقى زي الفل معاك. طب رشة ايه؟ هقولك رشة ايه، بس يلا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتمنى لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي تشتركي فيها فضلا وليس امرا عشان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيلة اهل الكرم والجود، وربنا يديمكم مشكورين يا اهل الكرم والجود. ومتنسونوش في اللايك، وان شاء الله باذن الله انا عندي امل كبير ان عيلتنا هتكبر وتكون اكبر عيلة. ما تنسينيش في اللايك يا جماعة بيرفع من مستوى الفيديو فضلا وليس امرا. احنا بنطلب او انا عن نفسي بطلب ده كله عشما في اهل الكرم والجود مش اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالي نشوف ايه قصة السمك وليه القشر بيلزق عليه، ولما بنيجي ننضفه بيبقى القشرية بتطلع بصعوبة. هقولك بصي يا ستي يا بنتي، انا عندي السمك دوت جايباه يعني جالنا الساعة 6 الصبح كده، تمام. سبته شوية على بال الفطار والكلام ده، كانت الساعة جت 9. المهم ورحت لطيوري وحاجاتي ووضبت بيتي وقلت ايه على مهلي ده لسه بدري، فسبته. وللأسف عمل معايا نفس القصة اللي قلت لكم عليها، ان هو لزق في القشرة بتاعته. لزقت ليه؟ لزقت علشان السمكة نشفت معايا خالص، مش زي ما كانت جاية مبلولة بالمية. فنعمل ايه في الحالة ديت؟ نجيب حاجة بقى، بخاخة، كوباية، ايه اللي موجود عندك، ورش على السمك مية وسيبيه شوية. تبص تلاقي القشرة بدأت تخلع معاكي زي ما انت شايفة بكل سهولة. القشرة بتتشال، بصوا يعني زي ما اكون ما مش يعني، ممكن انا حاسة ان انا لو عملت بايدي هتتشال معايا على طول. ما شاء الله بقت القشرة بتتكر. بصوا شايفين ازاي؟ ومن هنا عرفت ان لما نجيب السمك برضو عندي اختي بتجيب السمك، وعلى بال ما بتلف وتشوف حاجتها اللي هي عايزاها في السوق وكده، بتبص تلاقي السمك عندها نشف. فبقت تقول انا ما بقتش احب اجيب السمك علشان خاطر بقى بيتعبني في تنظيفه. مش عارفه ايه حكايه القشر بتاع السمك بيبقى لازق كده ومش عايز يطلع. فمن هنا انا عرفت بقى وقلت لها لا ده كده اعملي اللي انا عملته دوت، رشي ميه، ده كده بيبقى السمك نشف معاكي والميه اللي عليه نشفت. ما احنا بنبقى جايبينه اكيد اللي انا مجربتش بصراحه اللي هو اللي بيتباع في الاسواق، علشان انا قريه وبنطلب من الراجل اللي بيجيبهولنا على طول، بنكون مصطادينه من البحر يعني وبيجيبهولنا على طول. لكن اللي هو بتاع الاسواق دوت اكيد صاحب اللي هو اللي بيبيع السمك وكده بيرش ميه على السمك، كل شويه بيرش عليه ميه اكيد. لكن انا عن نفسي بجيبه بيبقى، واوقات كتيره نضفته معاكم في فيديوهات كتيره وهو لسه صاحي يعني، شفته كان بيبقى صاحي وبيرقص معايا. ده النهارده زي ما قلت لكم السمك جه بدري وانا ركنته، فلما ركنته خلاص مات وكده، ورحت لقيته نشفان من المية اللي بتبقى من بره على جلده ديت نشفت خالص. بصوا معايا السمكة ما شاء الله اللهم بارك، القشر طلع منها زي الفل. وهنا بقصقص الزعانف وايه، ويعني عايزه اقولك ان انا اسهل حاجه عندي تنظيف السمك. يعني شوفي السمك بيبقى صعب وعايزين ننضفه، وخصوصا لو عندك فوبيا من حكايه زفاره السمك ديت زيي. بس والله يعني انا اتضح لي ان التنظيف مش بكتر الميه، التنظيف خطوات بسيطة بنعملها تنظف معانا وتنجز معانا. انا اسهل حاجة بقت عندي تنظيف السمك من ساعة ما بقيت اتبع الخطوات دهيت. اول حاجة بقشر السمك زي ما انتوا شايفين، هقولك مرة كمان، لو السمك لقيت القشرية لازقة عليه زي ما هو في كيس ورش عليه مية وسبيه شوية، او حطيه في معون زي دوت لو هو ميت مش بيرقص عشان ما يبهدلكيش الدنيا. وسيبيه في المية، هتبص تلاقي وتيجي تقشريه بعد كده هتبص القشرية بتخلع معاكي بتتكر، مش هتاخد منك حاجة خالص، يا دوبك تحط السكينة تلاقيها شالت القشر كله اللي على السمكة.
دي اول حاجة. تاني حاجة يا ستي، من تاخديهم زي ما انت شايفة في طبق كده وتغسليهم كويس من القشر. عايزين السمكة من بره ما يبقاش فيها اي قشر علشان ما يدخلش في بطن السمكة، وبعد كده هو يضايقك حتى وانت بتاكلي تبص تلاقي نفسك ايه في قشر سمك من جوه، علشان قشر السمك دوت عامل زي ريش الفراخ الصغير بالظبط. كذلك الامر الفراخ، لما تنضفيها الاول من بره كويس جدا وتشطفيها كمان، وبعد كده اهو تبداي تفتحي الفرخه معاك زي ما انا عملت كده في السمك اهو. نضفته كويس جدا وبعد كده اهو شطفته بالميه، اتاكدت ان مفيش اي قشره من بره، وكمان شطفته بالميه، وكمان بعد كده اهو غيرت الميه وبدات شلت الزعانف وشطفته كمان، وبدأت هنا اهو افتح زي ما انتوا شايفين السمكة. بصوا السواد اللي جواها دوت مش هيتشال غير لما تكوني عندك مثلا فرشة اي حاجة تغسلي بيها السمك، فرشة اسنان، في فرشة متهيألي متخصصة للسمك. انا عن نفسي عندنا اللوف او الليف اللي موجود عندنا بغسل بيه زي الفل، او قطع زي اللي انتوا شايفينها دي اللي هي بتبقى شبك دي البلاستيك، بيبقى جاي فيها حاجات خضار متهيألي، بيبقى جاي فيها حاجات فبستغلها وبركنها، بقول هتنفعني في تنظيف السمك. لو ما عنديش ديت مش لازم بستخدم ليفة بتاعة الليف اللي انتوا شفتوه معايا برضو في الفيديوهات اللي قبل كده. ممكن برضو اللي هو لو عندك اللي هو فرشة الأسنان، لو فرشة أسنان نظيفة مخليها للمطبخ تنفع برضو تنضفي بيها. بصوا هنا نضفت السواد، وبعد كده اهو فيه طبقة تانية بتتفتح اللي هي بتبين لنا سلسلة الظهر، بيبقى فيها تراكمات دم وكده، ديت لازم تنضفيها جدا جدا عشان خاطر ايه تتجنبي اي زفارة. بصي لو عندك فوبيا من زفارة السمك زيي انا، بصوا يعني لازم السمكة اشمها كده ما يبقى لهاش ريحة زفارة خالص، إيه كده يا ما اكلش السمك. اللهم بارك ما يعني هم والله بصوا خطوات بسيطة بنعملها، بس بعد كده بناكل حتة السمك بتبقى زي السكر ونضيفة وريحتها حلوة. بتصدقوا لما تبقى غاسلة السمك كويس ومنضفاه كمان، لما وانت بتقلي فيه ما بيبقالوش ريحة زفرة كده ولا ريحة بتضايق، غير ريحة حلوة كده خفيفة مش مضايقاكي والكلام ده كله. وخلاص على هنا، بصوا خلاص على كده ولا على هنا، خلاص على كده. لو وصلتوا معايا لحد هنا اهو حطوا لي لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين فضلا وليس امرا. تعالوا بقى نشوف بقى بقية الخطوات. ما هو برضو الحوض بتاعنا ليه حق علينا، ممكن تكون قشرية كده ولا كده دخلت فيه، فاحنا هنعمل ايه؟ ما قلتلناش نضفت السمك بايه، هقول لكم حطيت نضفت السمك بدقيق، وبعد كده هو دقيق وملح، وبعد كده هو هحطه في خل في خل لا في ليمون وملح، في ليمون وملح ومعلقه جنزبيل، بس على كده. بصوا هنا بقى هغسل الطبق بقى من الزفارة بقى والم خلاص، الحمد لله كده انجزنا نص المهمة او اكتر من نصها كمان. عندنا بقى الطبق اللي احنا بنغسل فيه والحوض والرخامة، اي حاجة عشان تقضي على الزفارة وريحة شقتك تبقى نظيفة وما فيها، بصي كأنك ما نضفتيش سمك اساسا. تعملي الخطوات ديت ان شاء الله باذن الله، بصي هيبقى احلى حاجه او احلى يوم السمك بصراحه. والله انا عن نفسي ببقى كمان اشد تعقيم واشد تنظيف في يوم السمك دوت. بصوا الحوض بقى ما رضيتش قفلت سديت الحوض علشان خاطر الميه بالبريل او بالمسحول اللي انا بغسل بيه دوت تنزل بعد كده تسلك، ولو فيه تبقى غزيره، لو في حاجه قشره ولا حاجه وقعت في الحوض تاخدها وتنزل بيها، ما تسدليش الحوض وتبهدلي الدنيا بعد كده واضطر عايزه اسلك الحوض والكلام ده كله. بصوا ما شاء الله الميه بتنزل بسرعه. ليه؟ لان انا مسلكه الحوض بتاعي والحمد لله. او يعني اي حاجه لما اكون بنضف حاجات زي كده بعمل الحركه ديت عشان انا مش ضامنه ان في حاجه تكون غفلتني ونزلت في الحوض وانا مش واخده بالي. وخلاص هنا ادي الليمون اهو، والملح ده ملح خشن بيبقى حلو جدا، الملح الخشن في تنظيف الطيور والاسماك والحاجات دي. بصوا هنا الليمون بقى بمسك السمك واحده واحده من جوه بدعكها. بصوا ما شاء الله السمكه بيضه ازاي ونضيفه ازاي، مفيش اي دم ولا تكونات ولا اي حاجه. بصوا نضفتها يعني تنظيفه من الاخر. وهنا بقى معلقه الجنزبيل بقى اللي بص دي بتخلي الحاجه حاجه تانية خالص خالص، حلوه جدا وبتخلي ريحه الطيور والاسماك بتاعتك حلوه خالص. بس على كده انا كده خلصت المهمه بتاعتي، السمك بتاعي والله خطوات بسيطة، ما خدش معايا حاجة الحمد لله، نضف معايا وركنته. وجيت بعد كده اهو لما خلاص شلته من المحلول
حطيته في مصفاية يتصفى. كنت بقى نضفت بقى كل الحوض زي ما انتوا شايفين، ما خليتش اي اثر للزفارة والقشر والحاجات المصارين بتاعت السمك، كل ده اتخلصت منه. طبعا برميل الطيور مفيد جدا للطيور. تمام. وهنا عندي السمك هبدأ ان انا اتبله. حابة تفرزيه كده تمام فرزيه، بس انت لو تبلتيه هيوفر عليكي مجهود كبير قوي. يعني لما تيجي تحمريه او تقليه وهيبقى سهل عليكي، هتطلعي يا دوبك يفك من التلج وايه وتحمري على طول او تقلي السمك على طول. بصوا بقى عندي الخلطة هي توم وفلفل اسود وكزبرة وشوية خضرة وشوية فلفل اخضر، ولو عندك هريسة شطة حطي، بس انا ما كانش عندي هريسة شطة، وملح وكل او ممكن تحطي بهارات السمك لو انت عندك بهارات سمك. بس بصراحة انا بحب اعتمد وتعودت على البهارات بتاعتي اللي هي كزبرة وكمون وشطة وتوم وملح. تمام. وشوية خضرة خلطتهم في الكبة وقرنين فلفل وبس، على كده. ما عنديش هريسة شطة فحطيت قرنين فلفل خضر وخلاص على كده. بص الحركة اللي انا عملتها في الطبق دي حلوة جدا. يعني بص تشيلي الكيس بعد كده تلاقي الطبق نظيف، ممكن تشيلي الطبق زي ما هو من غير ما تغسليه. اللي هو ايه، لبست الطبق في الكيس كده، لبسته في الطبق بحيث ان ايه اللي اشيل بعد كده اسحب الطبق زي ما اسحب الكيس زي ما هو بالدقيق بتاعه، والطبق من تحت يبقى نضيف وما فيهوش اي حاجه. ولا تقولي لي بقى الدقيق وقع على الرخامه ولا لزق في الطبق. ما هو الدقيق برضو بيلزق في الطبق لما ايه، ان السمك بيبقى فيه برضو تتبيله والكلام ده كله، فتحسي ان هو بعد كده هو بيلزق، بيبقى عايزك ايه تحطي له ميه والكلام ده. لكن هما بكيسهم تيجي شايلهم هيلا بيلا وخلاص على كده الطبق عندك نضيف زي الفل. وبصوا ما شاء الله السمك اللهم بارك روعه روعه. كل مره اقول لنفسي انا لازم لما اجي افتح فتحات في ظهر السمكة افتح فتحة بسيطة، بس انا بتاخدني الجلالة بصراحة وبغرز السكينة فبتعمل معايا الفتحات ديت زي ما انتوا شايفين. بس برضو دوت مش عيب، الحمد لله ده حاجة يعني حلو جدا ونظافة بقى ما اقولكوش. وهنا انا مش هعمل رز، عملت شوية سلطة حلوين كده كتار، بصل بقى على خيار على طماطم على خضرة على توم، خدت شوية توم من تتبيلة السمك على كزبرة. بصوا شوية سلطة كانت ريحتهم زي العسل. مش هعمل رز، انا عملت لو حابين تعرفوا طريقتي في الرز في فيديوهات عاملاها قبل كده لل اللهم صل على النبي لطريقة الرز السمك. وهنا بصوا ما شاء الله السمك روعة روعة روعة. خلاص على كده طلع معايا ما شاء الله. هبدأ ان انا ايه اطلع الرز، اطلع السمك زي ما انتوا شايفين كده وارصه في الطبق. روعة اللهم بارك وشكله زي العسل والله. يعني بصوا والسوا بقى والريحة وانت بتاكلي فيه سكر. وعندي هنا شوية خضرة هزين بيهم السمك بتاعي وكده زي الفل. اللهم لك الحمد والشكر، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. وهنا عندي شوية طحينة، طبق حطيت عليه شوية شطة وطبق حطيت عليه كمون اللي هو ايه يبقى اختلاف كده. وعندي شوية العيش البلدي بتاعنا اللي زي الفل. وده كان الغدا بتاعي اللهم بارك. وطريقة السمك وطريقتي في تنظيف السمك جربوها وان شاء الله تريحكم. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.